بيبدأ الفيلم في بريطانيا بعد حوالي 20 سنة من الحرب بينها وبين أيرلندا الشمالية، وبنشوف راي اللي معتزل الجيش من بعد الحرب ومنعزل عن الناس تماما. وفي نفس الوقت في شخص تاني اسمه جيم بيودع براين الشاب اللي عمره ما شاف أبوه قبل كده، وجيم بيوعده إنه هيروح يرجع والده من العزلة اللي هو فيها وهيرجع معاه. وبنلاحظ إن في جرح في إيد براين بسبب خناقة كبيرة حصلت قبل كده، وجيم كمان بيودع والده براين وبيتحرك ناحية الغابات ومعاه ورقة فيها عنوان راي واللي بيكون عايش في قلب الغابة. وبنرجع تاني لراي اللي بيسمع في الأخبار إن في أعاصير جاية على البلد، بس مش بيهتم لأنه متعود يعتمد على نفسه في كل حاجة، فبيخرج كل يوم يجري. وفي الوقت ده جيم بيكون قرب من مكانه، وراي بيحس إن في حد بيقرب منه فبيستعد يدافع عن نفسه، لكن بيكتشف إن اللي جاي هو أخوه جيم، فبيبدأ يتكلم معاه وجيم بيديله مشبك معدن. ولما راي بيشوفه بيعتبره حاجة مهمة جدا، وبعد كده بيقضي جيم اليوم مع راي. ولما اليوم بيخلص بيطلع جيم الرسالة من والده براين وبيديها لراي، بس راي مش بيقراها وبينام. وفي نومه بيشوف حلم غريب بيشوف فيه خيال مراته واقف قدامه بشكل مرعب. وبنشوف كمان براين والده بيحاول يهديه وبيتكلم معاه لأول مرة علشان يعرف منه سبب الخناقة اللي حصلت في الجيش واللي ضرب فيها صاحبه. وراي بيقوله إن صاحبه كان بيتكلم عن والد براين بطريقة وحشة واستفزه جدا، وبراين بيرد عليه وبيقوله إن والده الحقيقي هو جيم مش براين، لأن جيم هو اللي اهتم بيه في وقت غيابه. وأمه بتحاول تهديه وبتقوله إن راي شخص كويس، وبعدها بتخرج من البيت علشان تهديه. وتاني يوم جيم بيسأل راي إذا كان قرا الرسالة ولا لأ، بس راي بيقوله إنه لسه ما قراش حاجة. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين على البحر وبيكونوا مبسوطين جدا بالوقت اللي بيقضوه سوا. ولما بيرجعوا راي بيبدأ يطبخ لهم العشاء، وبعد الأكل بيقدم مشروب لجيم. وفي الوقت ده جيم بيسأله لو وصلوا خبر موت الكاهن ريبون، فري بيحكي له إنه مش مهتم بخبر موته، بس لما رجع من البعثة اللي كان فيها مع القوات البريطانية بدأ يدور على الكاهن وفضل يتعقب آثاره لحد ما عرف هو فين بالظبط. ولما شافه بعد فترة كبيرة لاحظ إن الكاهن عايش حياة سعيدة وشكله مبسوط جدا، فري قرر ينتقم منه بطريقته وراح له متخفي على إنه شاب بيجمع تبرعات. والكاهن صدقه ورحب بيه جدا ودخله بيته، والكاهن بيقول انه معهوش فلوس للتبرعات. وبعد لحظة صمت عرض عليه يشرب مشروب كحول، وراي وافق علشان يكمل الخطة. وبيحكي راي انه كان عارف ان الكاهن شاذ، وانه قبل ما يروح له كان واخد ادوية تسبب له اسهال شديد. استنى اللحظة المناسبة، ولما الكاهن نام على الارض راي قام وعمل عليه حمام بطريقة مقرفة جدا، وبعدها خرج من البيت وهو حاسس براحة غريبة وانه خد اخيرا حقه. وبعد ما بيخلص كلامه راي بيسأل جيم ليه ما دافعش عنه لما الكاهن كان بيعتدي عليه زمان وهو صغير، بس جيم بيبان عليه انه مش عارف اي حاجة عن الموضوع ده. بعد كده بيحاول يغير الجو ما بينهم، فبيقوموا الاتنين وبيرقصوا طول الليل. وتاني يوم والدة براين بتكون في الطريق للبيت، لكن بتقابل هيت صديقة براين وبتعرف منها انها بقت تشتغل في الصيدلية اللي في البلد. وهيت بتقرر تروح تطمن على براين أول ما بتعرف إنه واخد أجازة غير رسمية من الجيش. ولما بتشوف إيده المصابة بتفهم إنه اتخانق مع واحد من زملائه هناك، فبتحاول تدعمه وتطمنه بدل ما تلومه. وفي نفس الوقت راي بيحكي لجيم عن موقف حصل له زمان من وقت ما كان في الجيش البريطاني. ولما جيم بيرجع للمكان اللي كانوا بيقعدوا فيه زمان بيلاقي شوية رسائل من والده براين مكتوبة له في حاجات كتير عن الماضي. تاني يوم جيم بيصحى يلاقي راي مش موجود، فبيدخل المكتبة بتاعته وبيكتشف ان فيها مسدس. وبعد شوية راي بيرجع وبيخرجوا هما الاتنين يتمرنوا سوا شوية، لكن بعد التدريب جيم بيقوله انه هيمشي لانه فشل في انه يقنع راي يرجع مع البيت ويكمل كلامه. وبيقوله ان والده زمان غلط لما ما حاولش يمنع راي من الهروب من المسؤولية، وانه بعت له جوابات كتير لكنه رفض يقراها. وفي اللحظة دي راي بيفهم ان جيم شاف الجوابات اللي كانت مراته كاتباها ليه، لكن جيم بيقوله ان الرسالة المرة دي ممكن تكون مش عنه هو لكن عن ابنه براين. وراي بيعلق وبيقول ان براين ممكن يطلع عنيف زي والدهم، لكن جيم بيرد عليه وبيقول ان براين عمره ما شاف والده من يوم ما اتولد. وبيسأله ليه سمح له يدخل الجيش، فجيم بيقول انه حاول يمنعه بس براين كان مصمم لانه الحاجة الوحيدة اللي يعرفها عن والده انه كان جندي. وفي الوقت ده براين بيكون في البيت لوحده وبيلاحظ حاجة غريبة في سقف البيت،
وبيفهم راي من كلام جيم ان براين طول حياته بيتهموه بحاجات بسبب والده، وان الناس ما كانتش تعرف عنه حاجة وكانوا بيتريقوا عليه دايما، وده اللي خلاه يدخل في خناقة كبيرة جدا مع واحد من زملائه في الجيش وسبب له إصابات خطيرة. ودلوقتي براين هربان في البيت، وخلال أيام الجيش هيمسكه، وجيم في الآخر بيقول لراي إنه لازم يقابل ابنه ويديله الجواب اللي محتاجه علشان أعصابه تهدى قبل ما الأمور تخرج عن السيطرة. وراي أخيرا بيبدأ يحس بالندم على كل اللي عمله. وفي نفس الوقت براين بيلاقي صندوق قديم في البيت، وراي بيكون خارج مع جيم علشان يشوفوا المدينة بعد سنين طويلة جدا من الانعزال، لأن راي ما كانش نازل المكان ده من مدة كبيرة. وجيم بيتصل بوالدة براين وبيبلغها إن راي أخيرا قرر يرجع. وفي الوقت ده براين بيكون فاتح الصندوق وبيلاقي جواه صور قديمة لوالدته ووالده، وكمان الميداليات اللي والده كان واخدها من الجيش. وراي بيحكي لجيم انه لما انضم للكتيبة كان عايز يبقى جزء من الجيش، وان رغم صعوبة التدريبات كان بيحب المكان جدا. بس جيم بيقوله ان براين كمان انضم للجيش بإرادته الخاصة، ولما حاول يمنعه هو أصر اكتر كأنه بيتحدى نفسه وكمان اللي حواليه، وبيكملوا جولتهم في المدينة. وتاني يوم براين بيواجه أمه بالصندوق اللي لقاه وبيطلب منها تفسير، فوالدته بتحكي له إنها كانت بتحاول تحميه بطريقتها، وإنها فضلت ما تتكلمش عن والده طول السنين اللي فاتت. وبتبدأ تحكي له من أول ما بدأت مشكلة أيرلندا الشمالية وإن والده كان في الحرب هناك. وفي الوقت ده راي بيلاحظ إن الجو بدأ يتغير وإن في علامات عاصفة قربت، فبيقول لجيم إنهم هيناموا برا البيت النهاردة. وأم براين بتكمل كلامها وبتحكي إن راي كان معاها قبل ما يدخل الجيش، لكن لما الحرب بدأت ورجع كان متغير تماما وكان شخص تاني خالص، وبعدها اختفى ورفض يقول لها حصل له ايه ولا حتى يرد على اي اتصال منها. وبعد فترة عرفت انه اترفد من الجيش، ولما حاولت تسأل عن السبب محدش من زملائه كان عايز يتكلم لان الجيش منعهم من ذكر اي تفاصيل. لكن براين بيقول انه مش فارق معاه كل ده، وان السبب الوحيد اللي ضايقه ان والده سابهم وهرب. وراي في الوقت ده بيحكي لجيم الحقيقة وبيقول انه اترفد من الجيش لانهم اعتبروه مجرم حرب، وبيشرح له انه وقتها كان في مهمة مع كتيبته بيراقبوا مبنى تابع للايرلنديين، وكان في جزء من المبنى ده محدش مهتم بيه لان المخابرات قالت انه فاضي، بس الجزء ده انفجر فجأة بانفجار ضخم جدا. واتنين من فريق الكشافة كانوا قريبين جدا من المكان، واحد منهم حمى التاني بجسمه ومات، والتاني اتصاب إصابات خطيرة جدا وجسمه كله مليان شظايا وكمان خسر دراعه وكان بيعيش بالعافية بعد الحادثة. وراي بيكمل حكايته وبيقول إن الشخص اللي اتصاب في الانفجار كان فعلا بيموت، وطلب منه ساعتها إنه يخلصه من العذاب ده ويقتله. وراي فعلا عمل كده، بس بيقول إنه بيتمنى لو الزمن يرجع علشان ما يعملش كده أبدا، لأن بعدها تعرض لمحاكمة عسكرية واتهموه إنه فقد عقله وبقى عنصر غير مستقر نفسيا، ومن بعدها بدأ يعيش في عذاب مستمر. وندم شديد جدا خلاه يبعد عن العالم كله لأنه بقى شاكك إن الشخص اللي قتله كان ممكن يعيش رغم الإصابات. وكل مرة بيفتكر الموقف ده بيعيط بشدة ومش بيحس غير بالذنب. وفي الوقت ده والدة براين بتحكي لابنها إن راي كان حاطط كل تركيزه في الحياة العسكرية وسابها قبل حتى ما يعرف إنها حامل. لكن براين بيقول إنه مش عايز يسمع أكتر من كده، وإنه يعتبر أبوه خاين لأنه هرب وسابهم، وإنه مش محتاج غير والدته في حياته. وراي وجيم بيكونوا نايمين في الهوا بره، ولما راي بينام بيحلم بحلم غريب جدا، بيشوف كائن غامض بينادي عليه، ولما بيقرب منه بيحس ان ده ابنه براين، وبيفضل يقرب منه لحد ما بيحس ان ابنه فعلا محتاجه وانه متوتر جدا ومتألم من جواه. وبعدها بيشوف في الحلم عاصفة ضخمة جاية في اتجاههم، وفي نفس الوقت براين بيلاحظ من شباك البيت ان في عاصفة قوية قربت من المنطقة، والعاصفة دي كانت شايلة كتل تلج ضخمة بتترمي على البيوت، فبيبدأ التلج يدخل جوه الأوض من قوة الرياح، وفجأة السماء بتنزل كميات تلج كبيرة بتغطي كل حاجة. ووالدة براين بتحس ان الوضع خرج عن السيطرة تماما. اما الغابة فراي وجيم بيجروا بسرعة ويدخلوا البيت علشان يستخبوا من العاصفة. والغريب ان راي كان حاسس براحة غريبة وسعادة وسط كل ده، كأنه متصالح لأول مرة مع اللي بيحصل له. وتاني يوم لما العاصفة بتهدى راي بيخرج يقف قدام النهر وبيبص حواليه وبيحس بندم شديد على كل الوقت اللي ضاع منه. وفجأة بيشوف سمكة عملاقة ميتة قدامه شكلها اتقتلت بسبب العاصفة، فبيرجع البيت وبيحصل بينه وبين جيم خناقة عنيفة جدا. لكن بعد ما جيم بيضربه وراي بيهدى
كده بيقرب منه وبيقوله انه خلاص قرر يرجع البيت، وفعلا بيتحركوا هما الاتنين ناحية بيت براين. ولما بيوصلوا جيم بيدخل الأول، وبعدها والدة براين بتشوف راي لأول مرة بعد 25 سنة كاملة، وبعدها بيجي براين وبيشوف والده لأول مرة في حياته، وراي بيكون فرحان جدا، ملامحه كلها مرتاحة كأنه أخيرا لقى نفسه من تاني. ولهنا بيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك وشير واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.